السلام عليكم واهلا بكم ليله جديده من ليالي العظمه وعظمه فاينل كاس مصر وديربي الكره المصريه والافريقيه والعربيه ما بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. ولكن بنقول بقى العداد التنازلي يلا انزل، يلا عايزين الوقت يمر بسرعه علشان مشتاقين لمباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك. ولكن النهارده بقى نبدا في عظمه الاهلي والزمالك وبنبدا نحضر كده للفاينل ونبدا نتكلم والتجهيزات مارسيل كولر وجوزيه جوميز. مارسيل كولر اللي بيبدا يجهز لاعيبته والطريقه اللي يلعب بيها، او الناحيه الثانيه جوزيه اللي بيبدا طبعا يشتغل مع اللعيبه، وبنشوف استبعادات في القائمه اللي هتلعب ان شاء الله القمه. ولكن تعالى كده نبدا بالاهلي، بما ان الحوار كلام كتير على الزمالك وفي استبعادات وصفقات جديده كده مع السلامه. ولكن تعالى نبدا بالاهلي. طبعا احنا شايفين الاهلي الفتره اللي فاتت من وجهه نظري انا استقراره الفني افضل من الزمالك. واحد هيقول لي ليه؟ هقول لك انا دلوقتي ليه. الاهلي مستقر فنيا لانه حتى في الصفقات الجديده اللي عملها هو الراجل بيدور على النواقص علشان يزقها، زي صفقه وسام ابو علي، زي صفقه بالنسبه لعمر كمال، التدعيمات اللي قبل كده زي امام عاشور. الراجل مشى حمدي فتحي جاب امام عاشور. تخيل انت كم الصفقات او كم القدره على الصفقات الموهوبه او اللي بتقدر تصنع فارق زي كده. فهنا الراجل بيحاول انه يلاقي حلول، غير ان كان طبعا كان في قبلها صفقات جديده زي رضا سليم، تتكلم في صفقات زي موديست. الناس دي جت ولكن بدأنا بعد كده نشوف اصابات زي رضا سليم وبحاول انه يرجع تاني. فرضا سليم في حاله رجوعه في الوقت الحالي هو الراجل راجع كانه صفقه جديده اصلا في الاهلي. ده بالنسبه لرضا سليم. ولكن في حراسه المرمى بالتاكيد هيبقى مصطفى شوبير. ولكن في خط الدفاع شفنا اكرم توفيق اللي الفتره اللي فاتت بيشارك وبيرجع. بنشوف هل محمد هاني ولا اكرم توفيق ولا عمر كمال. ففي ثلاثه النهارده موجودين في حته الباك رايت. عمر كمال شارك في اولى مبارياته مع الاهلي في حته الباك ليفت، ولكن طبعا مباراه زي كده لا يوجد فيها مجازفه، والراجل كان بيحاول انه يلاقي حلول. فعلي معلول بالتاكيد هو اللي هيكون متواجد. بنشوف طبعا بعد اصابه ياسر ابراهيم واللي بنقول له يعني ان شاء الله ترجع بالسلامه، لعيب مجتهد وراجل. ولكن رامي ربيعه اللي كمان بيرجع وبيشارك بقوه، وتلاقي ان خلاص عادي يا معلم يعني ايه، مش حاسس ان رامي ربيعه بعيد عن الملعب. لا، وده ليه؟ بسبب ايه بقى؟ هتلاقي بسبب العبقري البروفيسور مارسيل كولر. الراجل بيجهز كل اللعيبه. الراجل تلاقي في مباراه تلاقي كريم فؤاد بيلعب، ومره تلاقي بيرسي تاو بيلعب، مره رضا سليم بيلعب، مره حسين الشحات بيلعب، مره موديست بيلعب، مره كان كهربا بيلعب، مره وسام ابو علي بيلعب. الراجل بيدخل كله، مره مروان، مره كوكا، مره السوليه، مره قفشه. ان الراجل بيشغل كل اللعيبه، وده لان الراجل هو عارف هو داخل على ايه، وعاوز اللعيبه كلها تبقى جاهزه. ويوم ما يحصل له ظرف زي ظرف ياسر ابراهيم او ظرف علي معلول او اي حد، الراجل يا معلم اوريدي بيلاقي حلول في الملعب. ودي ميزه قويه جدا سواء لمدرب قوي ومدرب كبير زي مارسيل كولر او تيم قوي، وده اللي بيميز دايما الفرق الكبيره. فهنا الاهلي بيتعامل معامله الكبار لانه كبير. نيجي بقى لحته الزمالك. فانت هنا كاهلي الراجل بيجهز بشكل قوي، وشفنا الصوره طبعا اللي واضح كان بيتفرج على مباراه الزمالك وبسليم واصل مش عارف، وطبعا بعض الصفحات الزملكاويه بيتريقوا على مارسيل كولر. ولكن يا جماعه ده الطبيعي ان المدرب يبدا يشوف الخصم ويشتغل عليه. زي برده من الناحيه الثانيه مدرب الزمالك جوزيه هيبدا ان هو برضو جوزيه جوميز يبدا ان هو برضو يبص على تيم الاهلي او على اخر مباراه للاهلي زي مباراه يانج افريكانز على سبيل المثال، ويبدا يتفرج عليها ويشوف الدنيا فيها ايه. ولكن الاهلي اصلا في اخر كام مباراه هتلاقي التشكيله اتغيرت كتير، وطريقه اللعب برضو كان بيحاول مارسيل كولر يلعب بيها او يغير فيها. فهنا مارسيل كولر في حته ثانيه. نيجي بقى للزمالك. الزمالك بقى بعد ما شفنا القايمه، تعال اقول لك القايمه مين اللي تم استبعاده. هنلاقي ابرزهم صفقات جديده. فهل الزمالك ممكن يكون في احتياج ليهم؟ واحد يقول لي يا عم هو اصلا الزمالك كان فيه لعيبه، ما طبيعي عمل صفقات جديده عشان هو محتاجهم. فانت جاي تقول لي الزمالك استبعد صفقاته الجديده، فهو كده عمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. انا هقول لك دلوقتي الاستبعادات، وهقول لك دلوقتي ايه الميزه، او هي لو في ميزه هقول لك، لو مفيش ميزه
ما فيش يعني واحد بقى يقول لي يا عم ممكن يكون اصابات، اقول لك لا مش اصابات. كل الاستبعادات اللي اقول لك عليها دلوقتي دي استبعادات فنيه من جوزيه جوميز. طيب يا سيدي، جوزيه جوميز استبعد مين؟ هنلاقي استبعد زياد كمال. طبعا زياد كمال لم يشارك اي مباراه، لان اصلا الراجل اول ما جه الزمالك اتصاب على طول، دخل في مستشفى الزمالك. ياسر حمد تم استبعاده. ياسر حمد لعب مباراه واحده او لعب ربع ساعه بالاخص، يعني الراجل ربع ساعه وفجاه كده قلنا بيجهزوا لمباراه القمه وبنجهز اللعيبه وعاوزينه ومش عارف ايه، ولكن بنتفاجئ ان ياسر حمد خارج مباراه القمه. ونلاقي محمد عاطف بره برده عادي، يا عم الراجل ما كانش اصلا شارك قبل كده. متيابه بره برده. طب ليه متيابه؟ الراجل شارك قبل كده في بعض الفترات، يمكن يا عم اديله، يمكن يعمل اي حاجه. لا بره برده. ومهاب ياسر يا عم ماشي من قائمه الزمالك. دول اللعيبه اللي تم استبعادهم من قائمه الزمالك. يمكن الملحوظه في ياسر حمد يعني او متيابه، ياسر حمد ومتيابه، لكن باقي اللعيبه عادي كانوا مصابين ومش عارف ايه وما دخلوش فعادي. ولكن ياسر حمد كانت ممكن تحتاجه، ولكن هو بيعتمد بشكل كبير جدا على على المسلوسي وعلى حسام عبد المجيد. فهل ممكن يعتمد على الزناري اكتر من ياسر حمد؟ انا الحقيقه مش شايف ده، لان الزناري بيلعب يعني الحاد كروي حرفيا. فهنا هل في ميزه في استبعاده؟ والحقيقه انا عايز اقول لك حاجه بس، هو الاستبعاد اللعيبه اللي انا قلتها لك دي 3 لعيبه منهم يعني هم اصلا كانوا مصابين وما كانوش بيلعبوا، هم لاعبين بس ياسر حمد ومتيابه اللي كان جوميز بيديله كده ايه فترات على فترات. فاحنا كنا على امل ان هم الاثنين يبقوا موجودين في القائمه، ولكن ما بقوش موجودين. ولكن هتلاقي بقى ناصر ماهر الاسطوره الصغير مع عبد الله السعيد الاسطوره الكبير مع شيكابالا الاسطوره الكبير ان شاء الله. برده عندنا اساطير ما شاء الله عليهم، على زيزو هو كمان اسطوره ما شاء الله عليه. ولكن احنا بنتكلم برضو في حاله فنيه، زي ما اتكلمت في حاله فنيه وقلت لك الاهلي افضل فنيا من الزمالك والجاهز افضل بسبب مشاركاته وبسبب ان الاهلي كمان الراجل لما جه عمل صفقات عمل اللي احتاجه. لكن الزمالك بدا ان هو يجيب صفقات جديده لانه عنده نقص كبير جدا في كواليتي اللعيبه، فبدا ان هو يجيب صفقات جديده. فعشان الصفقات دي الجديده دي تبدا انها تدخل في الجو والزمالك واللعيبه ويبداوا ان هم يتعرفوا على طريقه اللعب مع بعض، والكلام ده ممكن ياخدوا وقت. ولكن مباراه زي كده لا تحتمل اي تخاذل، او مباراه زي كده ملاش حسابات برضه. ياما الزمالك كان بيكون افضل وفي الاخر الاهلي بيكون كسبان، وكمان ايام كتير كان الاهلي بيبقى في اسوأ حالاته وبرده الاهلي بيكسب عادي برده. يعني كده او كده، يعني كده او كده الاهلي كسبان وكده الاهلي كسبان. وارجع للتاريخ يا معلم. يعني انا والله ولا بتريق علينا كزمالك ولا بطبل الاهلي، ولكن انا بقول حقيقه. انت لو رجعت للتاريخ والارقام ما بيننا وبينهم هتلاقي افضل اكتر مين اكتر فريق فاز هتلاقي الاهلي، اكتر فريق سجل اهداف هتلاقي برده الاهلي، هداف القمه هتلاقي في الاهلي محمد ابو تريكه اللي من يومين الناس اتريقت عليه. الراجل بيقول حقيقه عادي جدا. الناحيه الثانيه بقى اخر حاجه عشان نختم بيها حلقه النهارده، وناصر ماهر. طبعا ناصر ماهر كان بيقول لك انا سبت ملايين وسبت فلوس علشان اجي الزمالك، ولكن بنلاقي وليد لعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر بيقول ايه بقى؟ قال لك ناصر ماهر قال انه تنازل عن فلوس عشان يروح الزمالك وهو عليه اصلا 350,000 جنيه، ومعانا ما يثبت ذلك. ده احنا هنقضيك ان شاء الله. عايز توري لجمهور الزمالك انك زملكاوي جامد حتى النخاع؟ ده انت ما كنتش بتتنازل عن فلوس يا راجل. هقدم شكوى فيك في اتحاد الكوره وهنطلب تعويض لانه بيشوه سمعه النادي. وهو طبعا بيشوه سمعه نادي مين؟ فيوتشر. موضوع ناصر ماهر ده انا اتكلمت فيه كتير، وناصر ماهر ماشي بجو البوم طخ. البوم طخ. احنا عندنا اساطير، الاسطوره في الزمالك بس، لا الاهلي عنده نجوم. ده انا سبت الزمالك سبت فيوتشر عشان اجي الزمالك، انا من صغري وانا بحلم ببقى في الزمالك، ابويا كان زملكاوي يا عم الله يرحمه وكل حاجه زملكاوي، وانا كان في حته جوايا كده وانا في الاهلي ان انا زملكاوي ومش عارف ايه. طبعا كل الكلام ده بوم طخ عشان يضحك على عقليه بعض جمهور الزمالك. وياما اتكلمت في الكلام ده والاقي زملكاوي بيخشوا يشتموني، واصل انت مش زملكاوي، واصل انت اهلاوي، انت بتطبل الاهلي والجمهور الاهلي، رغم ان انا بقول حقائق. وسبحان الله سبحان الله، رغم الحقائق اللي بقولها دي وبتشتم وقتها، بعدها بكام فتره بلاقي الحقائق دي تظهر على الاعلام المصري. كفايه عظمه لحد كده، واستنوا عظمه جايه كتير الايام اللي جايه ما بين الاهلي والزمالك في القمه. سلام.